لو معاك 20,000 جنيه وبتدور على تليفون في الفئة المتوسطة العليا، فغالبا هتقابل اسمين بيتكرروا كتير: هونور 400 وسامسونج جالاكسي اي 56. الاتنين بيقدموا مواصفات قريبة وسعر متقارب، وعلشان كده ناس كتير بتحتار تختار مين فيهم. وعشان اسهل عليك القرار، في الفيديو ده هنعمل مقارنة شاملة وواضحة بين الجهازين، هنشوف الفرق بينهم في الاداء والكاميرات والشاشة والبطارية والتصميم وكل حاجة تهمك كمستخدم عادي. والاهم اننا هنتكلم بحيادية تامة ومن غير ما نميل لاي جهاز فيهم. يعني من الاخر القرار هيكون بين ايديك وانت اللي هتختار المناسب ليك. قبل ما نبدا بقى في فيديو النهارده ونخش في التفاصيل، انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو، والاهم من كل ده انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. وما تنسوش طبعا تدعوا لاخواتنا في فلسطين، اللهم ازل الغم عنهم وانصرهم نصرا قريبا. ويلا بينا نبدا. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ سامسونج اي 56 ولا هونور 400؟ مين يكسب في المقارنه دي؟ عاوز اقول لك ان النتيجه في اخر الفيديو ممكن تصدمك، بس خلينا نبدا المقارنه وهتعرف بنفسك انا ليه بقول كده. هنحط العداد ده هنا فوق على الشمال، واللي هيكسب في حاجه هنديله نقطه. اول حاجه هنتكلم عنها في مقارنه الجهازين هي التصميم وخامات التصنيع. سامسونج اي 56 جايب نفس تصميم الجيل اللي فات تقريبا، لكن في تغيير بسيط في شكل حلقات الكاميرا. المره دي سامسونج غيرت شكل الحلقات وخلوها جايه في ترتيب طولي بسيط. هونور 400 هنا كمان حصل فيه تغيير عن الجيل اللي فات، وخصوصا في شكل الكاميرات. حلقات الكاميرات مختلفه تماما، جايين على شكل مثلث ناقص قطعه، وده مدي شكل مختلف ومميز شويه. بس طبعا زي ما احنا عارفين موضوع الشكل ده بيرجع لذوقك. ممكن حد يفضل شكل جالاكسي اي 56 وممكن حد تاني يعجبه تصميم هونور 400. فعشان كده انا هسيب الحكم ليكم في نقطة التصميم. نروح بقى لنقطة خامات التصنيع. الظهر في الجهازين مصنوع من الزجاج ودي حاجة كويسة جدا، اما الفريم في سامسونج اي 56 مصنوع من الالومنيوم، وفي هونور 400 الفريم مصنوع من البلاستيك. فلو هنتكلم عن الخامات فالتفوق هنا لصالح سامسونج جالاكسي اي 56 لانه بيقدم خامات اعلى من ناحية الفريم والزجاج، فنديله نقطة. نبتدي بشاشة السامسونج جالاكسي اي 56. بيجي بشاشة فلات من نوع سوبر اموليد بتصميم البانش هول للكاميرا الامامية، لكن الحواف مش متماثلة وبالذات الحافة السفلية اكبر شوية، وده بيخلي شكل التصميم اقل فخامة شوية. حجم الشاشة 6.7 بوصة بدقة فول اتش دي بلس، وكثافة البكسلات 395 بكسل لكل انش، ومعدل التحديث 120 هرتز، والسطوع بيوصل لحد 1900 شمعة. الشاشة بتدعم عرض محتوى ال HDR10، والبصمة تحت الشاشة سريعة ودقيقة، لكن ممكن تكون أبطأ شوية من الهونر، إنما تظل عملية ومريحة. بتدعم الأولوزون ديسبلاي لكن مش بتشتغل في وضع الشاشة الكاملة. طبقة الحماية هي فيكتس بلس، وهي نفس الطبقة اللي موجودة على الظهر، لكن سامسونج للأسف ما ذكرتش أي معلومات عن حماية العين أو تقنيات راحة البصر، ودي نقطة سلبية جدا. تاني حاجة شاشة الهونر 400. الجهاز بيجي بشاشة فلات من نوع اموليد بتصميم البانش هول للكاميرا الامامية برضه، مع حواف قليلة جدا ومتماثلة من كل الجهات، وده بيدي شكل حلو جدا للتصميم. وحجم الشاشة 6.55% بوصة وبدقة 1.5 كي، يعني اعلى من السامسونج جالاكسي اي 56. وكثافة البكسلات 460 بكسل لكل انش بمعدل تحديث 120 هرتز، والسطوع بيوصل لحد 5000 شمعة. الشاشة واخدة شهادة عرض محتوى HDR10 من نتفليكس وامازون برايم، والبصمة تحت الشاشة سريعة جدا ودقيقة، وبتدعم ميزة الأولوزون ديسبلاي لعرض الوقت والتاريخ والإشعارات، وكمان بتشتغل في وضع الشاشة الكاملة. طبقة الحماية مش مذكورة بالتحديد، لكن الشاشة واخدة شهادة لتحمل الصدمات والسقوط العرضي من شركة SGS السويسرية. ومن أهم المميزات هنا كمان إن شركة هونر اهتمت جدا بحماية العين، ودي نقطة مميزة جدا خاصة للناس اللي بتستخدم الموبايل لفترات طويلة. يعني من ناحية جودة التصميم والحواف الهونر أفضل، ومن ناحية دقة الشاشة والسطوع وحماية البصر الهونر أفضل برضه. أما الجالاكسي 56 فبيتفوق في نقطة طبقة الحماية، لكنها مش كفاية عشان تعوض باقي النقط، فالهونر بيكتسح في الشاشة بصراحة. فالنقطة دي اللي هياخدها الهونر 400. على فكرة انت وصلت لحد هنا ولسه ما اشتركتش في القناة ولا حتى عملت لايك للفيديو. طب ينفع كده يا اسطى؟ يلا دوس لايك واشترك، خلينا نكبر القناة سوا وتعالى نكمل. الجالاكسي اي 56 بيجي بمعالج اكزينوس 1580، وده معالج جديد مبني بتكنولوجيا تصنيع 4 نانومتر، والمعالج الرسومي اللي معاه هو اكسليبس 540. ولو انت من الناس اللي بتحب الالعاب وبالذات بابجي، فالموبايل هيقدر يشغل اللعبه على اعدادات جرافيك متوسطه لحد عاليه وهتوصل ل 60 فريم. هونر 400 بيجي بمعالج قوي من كوالكوم وهو السناب دراجون 7 جين 3 مع دقه تصنيع 4 نانومتر، وده معناه كفاءه افضل في الاداء واستهلاك اقل للطاقه. وبيجي بمعالج رسومي من نوع ادرينو 720
25. ولو انت من الناس اللي بتحب الالعاب وبالذات ببجي فالموبايل ده هيشغل لك اللعبه على 60 فريم في الثانيه مع جرافيك اتش دي ار بكل سلاسه. على الورق معالج الجالاكسي افضل بحوالي 6% من السناب دراجون. طيب نركن بقى الكلام اللي على الورق ده كله وتعالى اقول لك التجربه الحقيقيه والفعليه اللي هتلاحظها كمستخدم. سناب دراجون 7 جين 3 اول حاجه المعالج ده بيستهلك طاقه اقل وده معناه حراره اقل وكفاءه اعلى، فالموبايل مش هيسخن منك بسرعه وده بيخليه مريح اكتر في الاستخدام لفترات طويله. كمان تحت الضغط سواء بتلعب العاب تقيله او بتفتح كذا تطبيق في نفس الوقت هتلاقيه ثابت واداؤه مستقر جدا، مش بيهنج ولا بيقطع بسهوله، والاهم كمان شبكته اقوى، يعني سواء في المكالمات او في الانترنت الشبكه هتكون افضل وثابته اكتر من الاكزينوسوس اللي ساعات بيخنقك في الاماكن اللي الشبكه فيها ضعيفه. يعني باختصار سناب دراجون 7 جين 3 بيقدم لك تجربه انضف واكتر ثبات، وده اللي بتدور عليه لما تشتري موبايل يعتمد عليه، وده من غير اي تحيز او تطبيل عشان دي امانه، وما اقدرش اقول لك حاجه وعلى الواقع تلاقي حاجه تانية، عشان كده مش دايما الارقام اللي على الورق بتبقى صح، فالنقطه دي هتروح للهونر 400. من ناحية الواجهة الموبايلين بيقدموا تجربة حديثة جدا. جالاكسي اي 56 بيجي باندرويد 15 مع واجهة وان يو اي الجديدة من سامسونج واللي بقت اخف وانعم، وكمان بتديك مميزات كتير في الخصوصية والتنظيم وسهولة الاستخدام، والاهم من كده ان سامسونج وعدت ان الموبايل ده هيوصل له تحديثات اندرويد لمدة 6 سنين، وده رقم ممتاز جدا ويضمن ليك ان الموبايل يفضل شغال بكفاءة لفترة طويلة. اما هونر 400 فبيجي هو كمان باندرويد 15 لكن مع واجهة ماجيك او اس 9. الواجهة دي شكلها حلو وسلس وبتقدم تحسينات كبيره في الاداء والتخصيص سواء في التنقل بين التطبيقات او في شكل القوائم والاشعارات. كمان الميزه الجديده اللي هونر اضافتها هنا بمساعده الذكاء الاصطناعي انك تقدر من تطبيق الاستوديو تحرك اي صوره عندك وتخليها فيديو لمده 5 ثواني، وكذا ميزه تاني بالذكاء الاصطناعي. والمميز كمان ان هونر وعدت بتحديثات اندرويد لمده 6 سنين برضه، يعني نفس فتره الدعم اللي بتقدمها سامسونج تقريبا. فمن ناحيه الواجهه والتحديثات الجاهزين بيقدموا تجربه قويه وحديثه، والاختيار هنا هيكون على حسب تفضيلك لطريقه عرض كل واجهه، فهندي لكل تليفون منهم نقطة. تعالوا دلوقتي نتكلم عن الكاميرات في الجهازين. نبدأ مع الجالاكسي 56 واللي بيجي ب3 كاميرات في الظهر. الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل وبتدعم خاصية التثبيت البصري، والكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل ودي كاميرا الترا وايد للتصوير بزاوية واسعة. أما الكاميرا الثالثة فهي كاميرا مايكرو 5 ميجا بكسل. بالنسبة للفيديو الكاميرا الخلفية بتصور فيديو بجودة ال 4K لحد 30 فريم في الثانية. أما الهونر 400 فبيجي بكاميرتين في الظهر. الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل وبتدعم هي كمان خاصية التثبيت البصري، والكاميرا الثانية الترا وايد بدقة 12 ميجا بكسل، وبرضه هنا تصوير الفيديو بدقة ال 4K لحد 30 فريم في الثانية. نروح بقى للكاميرا السيلفي. جالاكسي اي 56 بيجي بكاميرا اماميه 12 ميجا بكسل وبيصور فيديوهات بجوده ممتازه برضه بدقه ال 4K لحد 30 فريم في الثانيه. اما هونر 400 في الكاميرا السيلفي فيه 50 ميجا بكسل وبرضه بتصور فيديو بنفس الجوده. يعني من ناحيه التصوير الموبايلين بيدوك تجربه ممتازه وتقدر تعتمد عليهم في الصور والفيديوهات سواء لوسائل التواصل الاجتماعي او الاستخدام اليومي. لكن بصراحه ومن وجهه نظري الشخصيه شايف ان الجالاكسي اي 56 متفوق هنا شويه في الكاميرا الخلفيه تحديدا، خصوصا في الصور الالوان اقرب للطبيعه وبيشتغل احسن في الاضاءه الضعيفه. اما الكاميرا الاماميه فالهونر 400 بيتفوق هنا في فرق ملحوظ. طبعا ممكن وجهه نظرك تختلف وممكن تفضل الوان معالجه هونر وده طبيعي، بس المهم ان الجهازين في الاخر بيقدموا تجربه تصوير قويه ومعاهم تثبيت كويس في الفيديو، وده بيخلي اي فيديو يطلع ثابت وواضح، فهندي النقطه دي لسامسونج. نيجي بقى للبطاريه ومحتويات العلبه، وهنا في فرق كبير بين الجهازين. جالاكسي اي 56 بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير وبيدعم الشحن السريع بقوه 45 واط. اما هونر 400 فهنا بيقدم تفوق واضح في البطاريه، بيجي بسعه اكبر وهي 6000 ملي امبير، وده معناه بطاريه هتعيش معاك لفتره اطول سواء في الاستخدام اليومي او في الالعاب او التصوير. كمان بيدعم شحن سريع بقوه 80 واط، يعني هتشحن البطاريه من 0 ل 100% في وقت قليل جدا. ومش بس كده، لو جينا نبص على علبه الجهازين هنلاقي فرق واضح جدا برضه. الجالاكسي اي 56 للاسف بيجي بعلبه بسيطه خالص، ما فيهاش غير دبوس فتح الشريحه وكابل شحن من نوع تايب سي، مفيش شاحن مفيش جراب مفيش اي اضافات. اما هونر 400 فبيجي بعلبه كامله ومحترمه فيها كل اللي ممكن تحتاجه، جراب شفاف للموبايل وكابل شحن تايب سي ورش شاحن سريع بقدره 100 واط، رغم ان الموبايل بيدعم 80 واط بس. يعني من الاخر لو هنبص على البطاريه وسرعه الشحن ومحتويات العلبه التفوق واضح ورايح لصالح الهونر 400 سواء في الاستخدام او في القيمه اللي بتاخدها من اول ما تفتح العلبه، فطبعا النقطه دي هتروح لهونر.
ومن الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها برضه هي المستشعرات والمزايا الإضافية، لأن دي حاجات بتفرق فعلا في تجربة الاستخدام اليومية. الجهازين بيدعموا سماعات ستيريو، وده معناه إن تجربة الصوت هتكون محيطية وأفضل بكتير من السماعات العادية. كمان الجهازين بيدعموا شريحتين اتصال من نوع ال 5G. الجهازين كمان بيدعموا ال ACM، ودي ميزة كويسة بتخليك تستخدم شريحة إلكترونية. لكن الجهازين ما بيدعموش كارت ميموري خارجي، فلو أنت من الناس اللي بتحب تخزن ملفات كتير لازم تركز على نسخة المساحة الأكبر. جالاكسي A56 بيجي بمعيار حماية IP67، وده معناه إنه مقاوم للمياه والأتربة. تقدر تحطه في المية لحد متر ونص لمدة نص ساعة من غير ما يحصل له أي حاجة. أما هونر 400 فبيجي بمعيار حماية IP66، يعني مقاومة بسيطة للطرطشة والأتربة، لكن ما ينفعش تعرضه للمية بشكل مباشر لأنه ممكن يبوظ. فاللي بيتفوق في النقطة دي هو طبعا الجالاكسي A56، وده مناسب أكتر للناس اللي بتحب الأمان والاعتمادية. الجهازين سواء جالاكسي A56 أو هونر 400 بيدعموا كل المستشعرات الأساسية زي مستشعر التقارب والتسارع والجيروسكوب والNFC. وبكده نكون خلصنا مقارنة المواصفات الكاملة بين الجهازين، فاضل بس هنتكلم عن الأسعار. الجالاكسي A56 نسخة 12 جيجا رام و256 جيجا مساحة داخلية، سعره في مصر حاليا حوالي 23600 جنيه. أما هونر 400 نسخة 12 جيجا رام و256 جيجا مساحة داخلية فسعره حاليا حوالي 21200 جنيه، ومعاه سماعة هدية من هونر اسمها X7 لايت، وجراب برضه هدية. ودلوقتي بعد ما عرفنا كل الفروقات في المواصفات وكمان فرق السعر، طبعا تقدر تحدد ايه هو التليفون الانسب ليك واللي هيلبي احتياجاتك. اما على الرأي الشخصي فانا بصراحة ميال اكتر للهونر 400. شاشته هتكون اريح في الاستخدام والمعالج بتاعه انسب لاحتياجاتي خصوصا في الاداء اليومي والالعاب، وكمان مميزات الذكاء الاصطناعي في واجهة هونر شايف انها بتقدم قيمة اضافية. لكن في الاخر دي وجهة نظري الشخصية، وممكن حضرتك تتفق او تختلف معايا، وده طبيعي لان كل واحد وليه اولوياته. انا كده وصلت لنهاية فيديو النهاردة، اتمنى اكون فدتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة اول باول. وما تنسوش طبعا تدعوا لاخواتنا في فلسطين، اللهم ازل الغم عنهم وانصرهم نصرا قريبا. واشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام.